السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معايا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو جديد، غادي نحضروا فطائر بعجينه وحده منهم، غنشكلوا منهم فطائر حلوين ومالحين. هنا شكلت منهم كوميرات ووحدين بحال لي بريوش ولا قراشل، ساهلين التحضير وعجينه رائعه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاج هي دانون مسوس. الدانون مسوس دائما يهشش لنا العجينه. عندنا واحد دانون مسوس، وهذاك العلبه ديال دانون هي اللي غنعبروا بها كلشي. انا خويتها وغسلتها هي باش عبرت الطحين والمقادير كاملين. الحليب، علبه ديال الحليب، والزيت حتى هي علبه، وغادي ندير الملحه، معلقه صغيره الملحه. انا غادي نخلي لكم المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. هنا عندي 2 معالق ديال السكر سنيده، مع غادي نديرو منهم الحلوين، داكشي علاش درنا 2 معالق. الا كنتو غديروهم غير مالحين ديروا غير معلقه واحده كافيه، غير باش تعطينا داك اللون ديال التحميره غنحتاجو الخميره. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره وعلى حسب الجو كيفاش داير. انا هنا درت معلقه ونص باش تخمر ليا بالزربه. صافي غادي نخلطوا هاد المقادير هادو غير باش ينسجموا لينا. بغيتو تعجنوهم في العجانه عجنوهم في العجانه، كتسهلوا عليكم المأموريه. صافي هنا غادي نخلطهم بحال هكا. وغادي نضيفوا علبه ديال الماء، العبار ديال العلبه ديال دانون. صافي هنا غادي نخلطنا هاد المقادير كاملين. غادي نديرو الطحين. الطحين انا عبرت بهاد العلبه ديال الياغورت، عبرت هنا عندي 8 العلب، وعلى حسب الطحين نديرو شويه بشويه. والعجينه خاصها تكون شويه كتلصق، لان باش تجينا العجينه ناجحه خاصها تكون شويه جاريه، ما تكونش قاصحه. صافي هنا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نعجن هاد العجينه كامله. صافي هنا من بعد ما جمعتها مزيان، يعني ندلكوها، نحاولوا ندلكوها شويه. غادي ندهنوها بالزيت كيف ما قلت. لا عندكم العجانه عجنوها في العجانه، كتسهل عليكم المأموريه. صافي بهذه الطريقه هذه. وغادي نغطيوها بلاستيكه ونخليوها تخمر مزيان، يعني حتى كيتضاعف الحجم ديالها. وغادي ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا. عندي هنا بصله وفلفله اللي قطعتهم مربعات، وغادي نشحرهم بشويه الزيت والملحه. هاد الحشوه ساهله وكتخلي حتى الوليدات الصغار ياكلوا الخضر. صافي غادي نشحروا هادشي مزيان. صافي هنا غادي نضيف الخضر اللي قلت لكم. عندي قرعه حكيتها وخيزو حتى هو حكيته. غندير لهم شويه الماء باش يطيبوا مزيان. صافي وغادي نخليهم ما كياخذوش الوقت بزاف، تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كتكون وجدات هاد الحشوه. هنا ضفت شويه الكمون وشويه التحميره، معلقه كبيره، والابزار والعطريه ديال الحوت الا عندكم. ما عندكمش ما ديروهاش. صافي من بعد ما وجدت لي الحشوه درت الزيتون وشويه ديال الربيع
والطون. صافي وكنخلطوا هاد الحجوه هذه تكون بارده مزيان. صافي وغادي ندوزو للعجينه من بعد ما خمرات العجينه مزيان وتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. صافي كناخدوها وكنحاولوا نعاونوا بالزيت باش ما تبقاش تلصق لينا في يدينا. صافي هنا كندهن بالزيت باش نخويها تما. صافي بهاد الطريقه هذه كنغطي النصف اللي غادي نديرو منهم كوميرات مالحين، اللي غنديرو منهم كوميرات، وهنا اللي غندير ندير منهم بريوش. ها هما قطعتهم، خرجت لي من كل شكل خرجت لي 9 القطع، يعني 18 قطعه في هاد العجينه كامله. صافي تنحاول نقادهم يجيو متساويين، وكندهن بالزيت وكنقرصهم شويه غير من الجناب. صافي وكنعمرهم، الا بغيتو تعمروهم درت لهم انا هنا الشوكولاط من الداخل. صافي وكنجمع. صافي تنجمعوا هاد الكريسه هذه بحال هكا. صافي بهاد الطريقه هذه تنحاول نقرصها شويه وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. الفران يكون سخون ضروري. صافي وكنسدو عليها مزيان باش ما يخرج ليناش هداك الشكلاط. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. صافي بهاد الطريقه هذه هنا من بعد ما كملتهم كاملين غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض. تنحاول نقرصهم شويه وكنخليوهم يخمروا شويه، يعني واخا دابا تنقرصهم راه تنعاود نخليهم يخمروا وعاد غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمروا مزيان كنديروا صفر البيض وكندخلهم للفران. هنا غادي ندوزو للكوميرات اللي مالحين، الكوميرات، وغادي نطلقهم بشويه ديال الفينو، هو اللي غادي نعاونو به لان العجينه كتلصق لينا. غادي ندير شويه الفينو وغادي نطلقهم بالدلاك. صافي هنا غادي ندهن شويه ديال المايونيز ولا اي صلصه عندكم نديروها من الداخل باش ما يجيوناش ناشفين. وغادي نديرو الحشوه غنحاولوا نقسموها على القطع اللي عندنا كاملين. صافي غادي ندير لها بهاد الطريقه هذه. غادي ندير فوق منها الفرماج، كيبقى داكشي اختياري. الحشوه ديروا اي حشوه عندكم بهاد الطريقه هذه. صافي وغادي نسدوهم على شكل كوميره. هانتوما كي كتشوفوا كنسدوهم من الجناب. بهاد الطريقه هذه صافي وتنحاول نقاد لها الشكل ديالها. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. دائما تنرشوا شويه الفينو باش كنعاونوا. وغادي نكمل بنفس الطريقه. صافي هنا غادي ندهن ليهم حتى هما صفرة البيض باش يتحمروا شويه، وغادي نرشوا بالزنجلان باش ما بغيتو.
وشويه ديال البافو. التزيين كيبقى اختياري. هنا هادوك الكريسات اللي درنا حلوين غادي ندهن لهم شويه ديال المربى على الوجه ديالهم، وغادي نزينهم باللوز ايفيلي. وكيبقى التزيين اختياري كيف ما قلت. هما تقدموهم غير هكا كيجيو زوينين بزاف وخاوين من الداخل. وراه تبارك الله كيعطيو كميه زوينه، يعني تقريبا 18 قطعه ما بين الحلوين والمالحين. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. هنا زينتهم بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق. ها هما كيف كتشوفوا كيجيو رطبين ومهويين من الداخل. هانتوما غادي نحل معكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش دايره. عجينه ناجحه 100%. نتمنى انها تبان لكم في الصوره. هنا بالنسبه للكميرات اللي درنا، حتى هما كيجيو رائعين. والعجينه كيجيو خاويين من الداخل، يعني ما كيجيوش معجنين ولا شي حاجه. هانتوما كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم. كيجيو خاويين وناجحين 100%. عجينه رائعه. نتمنى انكم تجربوهم. شكرا لكم على المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.